مش ناوي ترجع اللي عليك؟ أنا معليش حاجة وتمام و100 فل و10. طيب تعالى بقى لما أرعبك. اللي عليك هو حق الناس اللي مستنيينه منك، دينك اللي وعدت تسده، كلامك الكتير على حد عشان تكره الناس فيه، تأليفك قصص من الخيال عشان تخرب علاقة أو تشوه سمعة، كذبك على اللي وثق فيك، قطع رزق بني آدم نام مقهور بسببك، قلة ذوقك وظلمك لشخص عمره ما ضرك. ودي بقى حقوق العباد اللي ما بتسقطش لا بصيام ولا بقيام ولا بختمات قرآن. تخيل انك لو قصرت في العبادات وتبت واستغفرت ربنا هيسامحك، لكن المعاملات بقى مفيش فيها سماح، لازم اللي غلطت فيه هو اللي يسامحك. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى. فيا ترى تقدر تستحمل الوقفة دي قدام ربنا؟ طيب تقدر تشوف اللي ليه حق عندك بيطالب بحقه قدام رب العالمين؟ بلاش يا سيدي ده كله وركز قوي في الحديث اللي جاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم. يعني يوم القيامة مش هيبقى فيه فلوس تسدد بيها دينك، هتسدد من حسناتك. بس يا ترى حسناتك هتكفي؟ وعشان أقول لك إن الموضوع خطير، حتى الشهيد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فاللي عليه دين يلحق يسده في الدنيا قبل ما يسده في الآخرة بالغالي من حسناته اللي تعب فيها. في النهاية عايزة أقول: رجعوا الحقوق وحافظوا على المعاملات وربنا يتقبل مننا جميعا.